من غير لبن ولا بيض ولا حتى كمان زبدة، عملنا احلى عيش فينو في البيت بطريقة سهلة وبسيطة، وطلع كده بالجمال اللي احنا شايفينه ده. بصوا يا جماعة العيش من جوه عامل ازاي، بجد خطير. الرغيف مليان كده وما شاء الله يشبع وحلو جدا، ريحته بجد كانت قلب البيت. بصوا كده العيش من جوه عامل ازاي، مليان كده وحلو جدا. يلا اعملوه وجهزوه عشان الولاد ياخدوه معاهم المدرسة، وان شاء الله هيعجبكم جدا لما تجربوه. بصوا العيش معايا عامل ازاي في ايدي، بجد عامل زي القطن. عملناه بطريقة سهلة وبسيطة وبنص كيلو بس من الدقيق، طلعت معانا كمية العيش الحلوة اللي قدامنا دي. اعملوه في البيت يا جماعة وان شاء الله هيطلع حلو جدا. هنحتاج بقى لمعلقة كبيرة بس مليانة من الخميرة، هضيف عليها معلقتين كبار من السكر، وهدوب بقى كده المكونات كلها مع بعض بعد ما اضيف عليهم كوباية من المية الدافية. دوبتهم كويس جدا، ضفت عليهم كمان نص كوباية من الدقيق، وهقلب بقى المكونات كلها كويس جدا، وهسيبهم دلوقتي مع بعض 5 دقايق علشان المكونات كلها تتفاعل مع بعضها. نخلت بقى 4 كوبايات من الدقيق، ضفت عليهم معلقتين من اللبن البودر ومعلقة صغيرة من الملح. وممكن كمان هنا ما نضيفش اللبن البودر، براحتكم خالص، بس هو بيدي كده طراوة للعجينة شوية. قلبت بقى المكونات كلها مع بعضها، وهبدأ بقى انزل كده بالمية بالتدريج. ضفت حوالي تلت كوباية من المية الدافية، وهعجن بقى كويس جدا كده العجينة كلها مع بعضها بالشكل ده. هضيف كمان معلقتين من المية، احنا هنضيف المية بالتدريج علشان حسب نوع الدقيق بتاعنا. عجنا شوية وبعدين زودنا بقى معلقتين كبار من الزيت، وهفضل اعجن بقى في العجينة دي مش اقل من 7 أو 8 دقايق، علشان اخد عجينة طرية ولينة فيها تلزيقة كده زي ما انتوا شايفين. بصوا عاملة زي اللبانة بالظبط. هنسيبها في الطبق ونغطيها كده بستريتش ونسيبها بس 10 دقايق. احنا مش هنسيبها اكتر من كده لان احنا مش هنخمرها في الاول، هنخمرها لما نعمل العيش. سبتها بس ارتاحت 10 دقايق، وبعد ال10 دقايق بقى جبت صينية مدهونة بالزيت وسبتها كده جنبي علشان ابدأ اخد كده كورة كورة من العجينة وارصها في الصينية بالشكل ده. اعملوا بقى الكور حسب حجم الرغيف اللي انتوا عايزينه. انا عملت الرغيف بتاعي يعني كبير شوية، فكنت باخد كورة كبيرة شوية. خلصت الكمية كلها ودهنت كده وش الفطاير بتاعتي او وش العجينة بتاعتي بالزيت وغطيتها وسبتها بس 5 دقايق. بعد كده خدت اول كورة انا عملتها، فردتها بقى بالشكل اللي احنا شايفينه مع بعض ده. فردتها كده بالطول، وخدت كده اول الحرف بتاعها وتنيته، وبدأت بقى الفها رول. بعد ما لفيتها رول بالشكل ده، خدت بقى الطرف بتاعها او الحرف كده بتاعها، وبدأت اقفله كويس جدا كده زي ما احنا شايفين. ولازم نقفله كده علشان ما يتفتحش وهو في الفرن. هفردها بقى كده وهرصها في الصواني واخلص كل الكمية واسيبها تخمر في الصواني. وبعد كده عندي بقى نص كوبايه من الميه، ضفت فيها معلقه صغيره من السكر، وحطيتهم كده في بخاخه، ورشيت بيهم العيش علشان يديني وش كده احمر وحلو جدا. رشيت كمان رشه كده من السمسم. وهندخل بقى الصواني بتاعتنا على فرن سخن درجه حرارته 200، هيقعد بالظبط ربع ساعه وهيطلع قدامنا بالجمال اللي احنا شايفينه مع بعض ده. بعد ما طلع من الفرن رشيته كده رشه ميه بسيطه وغطيته. وبعد 5 دقايق تعالوا بقى نشوفه كده مع بعض. بصوا يا جماعه العيش عامل ازاي، والله زي ما بقول لكم عامل زي القطن، بجد انا ما كنتش عارفه امسك العيش من طراوته ومن حلاوته. شايفين، حلو جدا، عامل زي السفنجه بالظبط في ايدي ويمكن كمان اطرى من السفنج. بجد سهل وبسيط ولذيذ، وبنص كيلو بس من الدقيق عملنا كميه العيش الحلوه اللي قدامنا دي في البيت بمنتهى السهوله ومنتهى النظافه، والرغيف كده مليان ويشبع وحلو جدا. شايفين، بصوا من جوه عامل ازاي. يلا اعملوه جهزوه للولاد عشان ياخدوه معاهم المدرسه. شايفين، بجد جميل. الطريقة سهلة وبسيطة وإن شاء الله هيعجبكم لما تجربوه. وما تنسوش لو الفيديو عجبكم لايك وشير.